بون سواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا معانا سلسلة سؤال وجواب. معانا سؤال جديد. عايزة افكركم بلينك صراحة ابعتولي عليه كل اسئلتكم وكل مشاكلكم عشان نناقشهم مع بعض. وكمان اللي بيشوفني على الفيس، احنا عاملين قناة على اليوتيوب. ممكن تشوف عليها برضو قصص حلوة بننزلها. واللي متابعني على اليوتيوب ممكن يشوفني على الفيس. هحط لكم اللينك في الديسكريبشن علشان نتفاعل مع بعض في الفيس، واشوف ردود افعالكم وردكم على المشاكل. يلا مع بعض نشوف المشكلة بتاعت النهاردة. حد بيقول لنا السلام عليكم. أنا بفكر أكلم طليقي في موضوع الرجوع لبعض، بس مكسوفة. طيب، هي واحدة متطلقة وعايزة تكلم طليقها إن هم يرجعوا لبعض بس مكسوفة. ماشي. بس مكسوفة يعني، فبفكر أكلمه على إن الرجوع علشان بنتي تتربى وسطنا وما تتحرمش منه. عايزة تجيبها في البنت. ماشي، في بنت. طيب أوكي، ممكن نتكلم عشان البنت. ماشي. وكمان علشان المحامي بتاعي لسه ليه فلوس عليا بسبب دعوة كنت رفعاها عليه. عشان لما رجعنا عشان لما رجع حاجتي، رجعها مش كاملة. المطبخ كله أنا جايباه وما كانش موجود لما رجع لي حاجتي. يعني هو رجع لك حاجتك بس ما رجعش فيها المطبخ، وانتي كنت جايبة المطبخ. يعني هو قالك هيفك المطبخ ويبعتهولك بس ده ما حصلش. ماشي. أعمل إيه؟ أنا 26 سنة. أنا عاوزة أرجع له. هل تفتكري كده صح ولا غلط ولا هيكسفني؟ يعني معلش، أنا عايزة أسأل سؤال. هو إحنا 26 سنة. ماشي. اتجوزنا واتطلقنا ورفعنا قواضي عشان ناخد حاجاتنا. ماشي. عملنا كل ده امتى في 26 سنة؟ يعني اتجوزنا امتى وقضينا هانيمون وسافرنا وخلفنا بنت، وبعد ما خلفنا البنت اتطلقنا، وبعد ما اتطلقنا رفعنا قواضي، وهو بعتلك العفش بس ما بعتلكيش المطبخ. فانتي عملتي رفعتي دعوة عشان المطبخ، وبعد ما رفعتي دعوة عشان المطبخ عايزة ترجعي له بس مكسوفة. عشان وبتقولي هتتلزقي بقى في البنت وتقولي له يلا نرجع عشان البنت تتربى وسطنا وما تتحرمش منك. وانتي عايزة ترجعي له عشان هو يديكي تمن المحامي، ولا عايزة ترجعي له ليه؟ انا مش فاهمة. يعني انتي دلوقتي كمان بتقولي وكمان عشان المحامي بتاعي لسه ليه فلوس عليا بسبب دعوة كنت رافعاها عليه، عشان لما رجع حاجتي رجعها مش كاملة. يعني المطبخ كله اللي انا جايباه وما كانش موجود لما رجع لي حاجتي. انت عايزاه يرجع لك ويدفع لك فلوس المحامي اللي انت رفعتي فيه الدعوة؟ بصي، انت بتقولي لي هل تفتكري كده صح ولا غلط ولا هيكسفني؟ هو هيكسفك بصراحة. هو هيكسفك وهيكسفنا كلنا وهيجيب ناس تتكسف. واحنا كلنا اتكسفنا في القعدة دي ومكسوفين لك بصراحة. انت غلطانة من ساسك لراسك. انت طب ليه استربعتي ورفعتي قواضي لما انت عايزاه وعايزة ترجعي له؟ يعني ليه بنعمل كده في نفسنا؟ يعني لو سمحتي قولي لي بنعمل كده ليه في نفسنا لما انتي بتحبيه وعايزه ترجعي له؟ ليه رفعنا قواضي؟ لا اله الا الله. لا يعني انتي كده عديتي الفلنكات، عديتي الحاجات بحاجات بصراحه. ماشي. انتي يعني كلميه وشوفي هيقولك ايه. بس هو بصراحه لو كسفك يعني عنده حق. والله والله الله الراجل ما قصر. ورفعتي عليه قضية وبعتلك حاجتك يلا أصحابنا وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا لك رأيهم إيه. وربنا يسعدنا جميعا يا رب، وأشوفكم في حلقة جديدة. أربع